بسم الله. هندرس طريقة مبسطة لجدول الضرب. فرضا أنا عندي 3 ضرب 4. خلينا نشوف الطرق اللي هندرس عليها. 3 وبعدين أسوي 4 خطوط رأسية بالشكل ده، وهنبدأ نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى إذا 3 ضرب 4 بيساوي 12. طريقة تانية، لو أنا عندي 3 ضرب 4 ممكن أسوي 3 مجموعات بالشكل ده، وداخل كل مجموعة أضع 4 عناصر. 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4، وبعدين أعد الإجمالي 4 5 6 7 8 9 10 11. الطريقة دي خاصة بجدول 3. هنبدأ نسوي جدول 3. 3 ضرب 1 3 3 ضرب 2 6 3 ضرب 3 9. نبدأ في كتابة الأعداد تنازليا. 3 2 1 6 يبقى 5 4 9 تنازليا يبقى 8 7. الصف الأول معكم عشرات، الصف الثاني هنحط العشرات 1، الصف الثالث هنحط العشرات 2. ممتاز. في جدول خاص، الجدول طريقة خاصة لجدول 6. 6 ضرب 2 و6 ضرب 4 و6 ضرب 6 و6 ضرب 8 مع الأعداد الزوجية. 6 ضرب 2 هبدأ أكتب العدد 2 ونص الاتنين 1. 6 ضرب 4 هكتب العدد 4 ونص الأربعة 2. 6 ضرب 6 هكتب ونص الستة 3. 6 ضرب 8 هكتب التمانية ونص التمانية 4. حلو. بالنسبة للجداول الكبيرة، فرضا أنا قلت 6 ضرب 8، فالستة باقيلها كام عشان توصل لل10؟ باقيلها 4، هروح أكتبها فوق التمانية. والتمانية باقيلها كام توصل لل10؟ الحين هسوي ما بين العددين اللي فوق دول عملية ضرب. 2 ضرب 4 بيساوي 8، والعشرات هجيبها من خلال طرح أي عددين من العددين دول. 8 ناقص 4 أو 6 ناقص 2 4 بعض، سواء على العدد الأول أو على العدد الثاني. يعني العكس. حط اللي باقي العشرات أكمل العشرات بالعكس. نجربها تاني. لو قلنا 4 ضرب 9، الأربعة باقيلها كام عشان توصل لل10؟ 6، والتسعة باقيلها 1. 1 ضرب 6 أسوي عملية ضرب 6. لو طرحنا 9 ناقص 6 3، ولو قلنا 4 ناقص 1 3 بعض. هذا شرح باختصار وطرق مبسطة، وفي طرق ثانية إن شاء الله راح ناخذها في وقت لاحق.